السلام عليكم. هو ينفع القرآن في رمضان بس، ولا القرآن في حياتنا طول السنة وطول العمر؟ أكيد القرآن لازم يبقى في حياتنا طول السنة وطول العمر، لأن القرآن مش هجر. القرآن رسالة ونور ودليل حياة. تعالوا نشوف مع بعض الرسالة على البورد ونبدأ نشرح باستفاضة. اتفضلوا. تمام. القرآن رسالة ونور ودليل حياة. قال الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الآية 30 من سورة الفرقان. في هذه الآية الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو قوم لرب قائلا: يا رب إن قومي تركوا هذا القرآن وهجروه، متمادين في إعراضهم عنه وترك تدبره. خليك فاكر ان الهجر مش بس ان احنا ما نقرأش القرآن، لا، الهجر اننا نقرأ من غير ما نطبق. وخلينا متفقين ان المطلوب مننا خطوة ثابتة، آية كل يوم، المهم نفهمها ونعيش بيها. النهاردة ابدأ اختار آية وقولي في التعليقات فهمت منها ايه. بخطوة صغيرة قلوبنا بتستعد. ومع مومة دايما نقول: القرآن عمره ما هيكون هجر، وما نبقاش من اللي الرسول اشتكانا لربنا. احنا كده مش عايزين نكون من القوم اللي الرسول اشتكاهم لربنا. احنا مش عايزين نهجر القرآن ونفتحه في رمضان بس ونقفله بعد العيد. احنا عايزين القرآن معانا طول السنة وطول العمر. تمام؟ مستنية تعليقاتكم، وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصل لك كل جديد. اشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.